الأستاذ كمال عامر على هذه المقالات اللي كتبها لبرنامج كرة بلدنا. أيضا عندي الكابتن كمال الزيني، لو تفتكروه، المدير الفني لشبان قنا. كابتن كمال الزيني حاليا مدرب نادي مارد، احد انديه الدوري الدرجه الثالثه بالدوري السعودي، وترتيبه حاليا في الجدول الثاني. انا كل المدربين المغتربين اللي بيبعتوا لي وبيتواصلوا معايا سواء من دبي او من الرياض او من الامارات او من قطر او اي من اي دوله عربيه، على فكره مدربين كتار جدا اللي هم ما دون الاضواء، اللي هم في دوري المظالم. يعني الكابتن محمد درويش من المتألقين في دوري الدرجة الثانية. كمال الزيني بعت لي بيقول انه تعاقد منذ شهرين مع نادي المارد، واول مباراة فاز فيها 4-0 على نادي الصقر السعودي، وتعادل المباراة الثانية مع العربي 2-2. خليني اشكره وهم بيتابعونا دلوقتي في السعودية، واشكر رئيس النادي عبد الرحمن العابد اللي سعيد جدا منذ ان تولى كمال الزيني وتحسنت نتائج الفريق معاه. اقول للمساعدين بسرعه واحنا بنشوف الصور: عبد الناصر عباس، ومحمد عبد الله سعودي، وناصر الفهد مدرب حراس مرمى، ومحمد سعد ابن نادي القناه للعلاج الطبيعي. يمكن كل المدربين